سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج الحقيقة. هذا العدد خاص لكي لا يفوتنا الحدث ولا تفوتنا الحقيقة فيما يحدث في الأوطان العربية، خاصة في سوريا. وأبدأ بذلك ما قاله شيخنا في البصائر: إذا قتلتم العلماء فاعلموا بخراب الأوطان. الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله اغتيل في سوريا رحمه الله. هل هكذا هباء منثورا، أم أن من فعل هذه الجريمة كان يريد أن يقتل غيره في المسجد، إلا أنه قتله هو؟ أبدا، إنما كانت بفتوى تبيح ذلك من علماء يقولون بأنهم علماء إسلاميون، وأن الشعوب تسمع لهم ويجب طاعتهم. اليوم نحن في تلفزيون النهار ارتأينا لكي نتحدث عن اغتيال هذا الشيخ العظيم، هذا العلامة العظيم. استدعينا عدة شيوخ جزائريين إلا أنه تأسف علينا ذلك. ارتأينا إلى أن نستدعي الشيخ شمس الدين الجزائري، كما تعرفونه دائما بصلابته وقوته في أي حدث. لكن قبل أن نتطرق إلى الحديث عن الشيخ البوطي ومقتله رحمه الله وتأسف جميع الشعب الجزائري على ذلك، والسوري وكل الدول العربية على هذا الشيخ والعلامة الكبير المختص في المرجعية الإسلامية العالمية، نستمع إلى ما أعده إلينا الزميل محمود، ثم نعود مشاهدينا الكرام. هنا كانت الخاتمة، وهنا كانت البداية لاغتيال العلامة محمد سعيد رمضان البوطي. لم تبقى سوى نظاراته بمسجد الإيمان في حي المزرعة وسط العاصمة السورية دمشق، أين وقع التفجير الانتحاري أثناء إلقائه درسا دينيا أمام عدد كبير من المصلين. التفجير الانتحاري أسفر عن مقتل 42 شخصا وجرح 84 آخرين. حقيقة تقال في شخص المرحوم الشيخ العلامة الذي عرف بخطبه عن الجزائر وما كانت تمر به خلال العشرية السوداء، ولم يرى في ذلك الوقت إلا أن الإرهاب فتنة أصابت الجزائر ولم يأتي من أجل الحرية. ظهرت فرق اعتقادية متناحرة متخاصمة، لكن كان هذا منعطفا أيها الإخوة، وسرعان ما اجتاز المسلمون هذا المنعطف بسلام وعادوا إلى وئامهم ووحدتهم، بل عادوا إلى خير مما كان عليه تابعون وتابعوهم من قبل. المرحوم ردد أن الجزائر فازت في محنها ضد الإرهاب، عكس ما كان يردده أئمة التكفير الذين يفتون بجواز قتل الجزائريين وأولادهم. محمد سعيد رمضان الشهير بالبوطي من أصول كردية، ولد عام 1929 في قرية عين ديوار بشمال سوريا. دخل محمد سعيد رمضان البوطي إلى دمشق في عام 1933 وكان عمره آنذاك 4 سنوات، وبعد انقضاء المرحلة الابتدائية التحق بجامع منجك، ارتقى منبرا للخطابة ولم يكن قد تجاوز عمره 17 سنة. التحق البوطي في عام 1953 بكلية الشريعة في جامعة الأزهر، ثم تحصل على شهادة التربية من كلية اللغة العربية في جامعة الأزهر عام 1956. عين معيدا في كلية الشريعة بجامعة دمشق عام 1960، ثم تحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة الأزهر في عام 1965. فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، نحن لا نشك بفضل هذا الإنسان وعلمه، وأنا أعرفه عن قريب، وبيني وبينه مودة أيضا، نعم، لكن عجبت جدا جدا للطريقة التي اقتحم فيها ما قد رآه، يعني طريقة إصلاح لما يراه فسادا في هذه البلدة. خطب عديدة جاء بها محمد سعيد رمضان البوطي يحذر من عملاء يضربون على أوتار ضحيتها الشعب السوري، وخلاصتها فتنة جاءت بفعل فاعل تحت إمارة إسرائيل.
مشاهدينا الكرام، هذا العلامة محمد سعيد رمضان البوطي الدمشقي السوري لم يمت شخصا عاديا وإنما عالما من علماء الإسلام والمسلمين. أهلا بك شيخ شمس الدين. أهلا أهلا وسهلا. اليوم سعيد رمضان البوطي رحمه الله مات مغتالا في سوريا. نعم. اليوم العالم الإسلامي ككل يحزن لموت هذه العلامة. هل بهذه الطريقة أصبحت الدول العربية والإسلامية تفقد علماءها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أعزي نفسي وأعزي الشعب الجزائري والشعب السوري والعالم الإسلامي بأسره في وفاة هذا الإمام العالم العامل المحدث الفقيه الأصولي العلامة سعيد رمضان البوطي، الذي كان شعاره 3 أشياء: إرضاء الديان وبناء الإنسان وخدمة الأوطان. كان شعار الإمام البوطي إرضاء الديان وبناء الإنسان وخدمة الأوطان. ومعروف عن البوطي أنه من دعاة الوسطية والاعتدال، والحمد لله الحمد لله لم تتلطخ يده بدماء المسلمين. كان يرفض سيلان الدم في العالم الإسلامي بما فيه في الجزائر. شاء الله تبارك وتعالى للإمام البوطي أن تكون له نفس خاتمة سيدنا عمر بن الخطاب الذي قتل في المسجد، وعثمان بن عفان رضي الله عنه الذي قتل، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسيدنا الحسين رضي الله عنه الذي كان يقول: السادة لا يموتون في الوسادة، السادة لا يموتون في الوسادة. هذا الإمام ربي يختم له بالحسنى. بقدر ما أنا حزين والأمة حزينة، يعلم الله أني سعيد ليجعل له هذه الخاتمة السعيدة، لأنه مات شهيدا، ويموت المرء على ما كان عليه كما جاء في الحديث. أمين. مات يعلم القرآن في المسجد، يعني يوم الجمعة، طاهرا معلما كما كان عليه، كما مات قبل الشيخ محمد الغزالي وهو يحاضر ودفن في البقيع. البوطي مات كما عاش كما كان، يعني ألقى ربي على ما كان عليه، يعلم القرآن ويعلم الخير ويهذب الشباب. ويعني مات، يعني لو كان كلفوا أي إنسان يدله خاتمة ما يدلوش أحسن مما لقى الله عليه رحمه الله. الشيخ، هل يعقل أن يرانا العالم الغربي والعالم الآخر كذلك، أو العالم الصهيوني أو العالم الماسوني الذي يرى الدول العربية والإسلامية، هل يعقل أن يرانا ونحن نقتل، قبل أن ندخل صلب الموضوع، هل يعقل أن يرانا ونحن نقتل علماءنا ومفكرين ومن مثقفين وكذلك النخبة؟ هذا القتل يعني بصمات العدو الصهيوني ظاهرة. البوطي